السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال الليلة مش مجرد سؤال عادي. تخيل معايا إن في مكان على الأرض ممكن يكون هو أخطر سر في تاريخ البشرية. مكان مش كل اللي فيه بيتقال القطب الجنوبي. مش مجرد جليد، لكن يمكن يكون بوابة لإيه؟ ده اللي هنحاول نفهمه النهاردة. هل القطب الجنوبي اتجمد طبيعي ولا تم تجميده؟ وليه كل الدول مهتمة بيه بس محدش بيتكلم؟ وإيه علاقة أدولف هتلر بكل ده؟ قبل ما نكمل، لو لسه مكمل معايا لحد هنا يبقى أنت داخل على أخطر رحلة في القناة. اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل سؤال جديد، لأن اللي جاي مش مجرد معلومات، ده ممكن يخليك تبص للعالم بشكل مختلف تماما. خلينا نبدأ. القطب الجنوبي قارة كاملة مغطاة بالجليد، درجات حرارة مرعبة، رياح ممكن تقتلك، وصمت يخوف. لكن السؤال، هل ده كل شيء ولا الجليد ده مجرد غطاء لحاجة مستخبية تحته؟ في نظريات بتقول إن تحت الجليد ده في عالم كامل، مش مجرد جليد، ممرات ضخمة ودافئة كأن في مصدر حرارة غريب. وفي كلام بيقول إنهم لقوا حاجة هناك، حاجة خلتهم يرجعوا. مختلفين. نخش على مستوى أعمق. في نظرية بتقول إن القطب الجنوبي فيها شمس داخلية. أيوه، شمس بتدي طاقة لعالم تحت الأرض، وده اللي يخلي فيه حياة هناك. النظرية دي مرتبطة بفكرة الأرض المجوفة، لكن مفيش دليل علمي عليها. ومع ذلك الفكرة نفسها مرعبة. نخش على نقطة تانية. في كلام عن رحلة للمستكشف ريتشارد بيرد، اللي قيل إنه شاف أراضي خضراء ومخلوقات غريبة، وإنه دخل منطقة مش المفروض تكون موجودة. لكن التصريحات دي مفيش دليل رسمي قوي عليها. نروح لنظرية أخطر نظرية، الاختفاءات. فيه قصص غير مؤكدة عن رحلات اختفت أو أجهزة تعطلت فجأة في أماكن معينة في القطب، كان في حاجة بتمنع الاقتراب. هل هي طبيعة قاسية ولا في حاجة تانية؟ نخش على نظرية مرعبة جدا، نظرية التجميد الفوري. فيه اكتشافات لحيوانات اتجمدت بشكل غريب، كأن الزمن وقف فجأة، الأكل في معدتها لسه موجود. وده خلى ناس تقول إن حصل تجميد لحظي زي سلاح أو موجة طاقة. لكن التفسير العلمي بيرجع لظروف مناخية قاسية جدا. بس برضو المنظر مخيف. نخش على نظرية تانية أغرب. فيه ناس بتقول إن القطب الجنوبي فيه بوابات، مش بوابات عادية، لكن بوابات بين الأبعاد، أماكن ممكن تنقلك من مكان لمكان أو حتى من زمن لزمن. وفي كلام عن طيارات اختفت أو ظهرت في أماكن تانية، لكن مفيش دليل قاطع. نخش على نظرية الأهرامات. في صور تظهر أشكال تشبه الأهرامات تحت الجليد، وفي ناس بتقول إنها أكبر من أهرامات الجيزة. طيب لو ده حقيقي، مين بناها وإمتى وليه في مكان زي ده؟ السؤال ده لوحده مرعب. نخش على نظرية أخطر. فيه ناس بتقول إن القطب الجنوبي فيه حراس مش بشر، لكن أنظمة أو كائنات مهمتها تحافظ على السر، وأي حد يقرب يحصل له حاجة، أعطال، اختفاء أو فقدان اتصال. هل ده حقيقي ولا مجرد خيال؟ محدش عارف. نخش على نظرية أعمق جدا. في كلام إن القطب الجنوبي فيه جهاز قديم مش معروف مين صنعه، لكن قادر يتحكم في المناخ أو المجال المغناطيسي، ولو الجهاز ده اشتغل ممكن يغير العالم كله. وفي ناس بتربط ده بالتغيرات المناخية، لكن مفيش إثبات. نخش على أخطر نقطة. في نظرية بتقول إن القطب الجنوبي هو نقطة البداية، بداية الحضارة، وإن في أسرار اتدفنت هناك، ولو اتكشفت ممكن تعيد كتابة التاريخ من الصفر. لكن هل العالم مستعد يعرف الحقيقة ولا في حقائق لازم تفضل مدفونة؟ سكون لحظة، فكر فيها. لو كل اللي تعرفه طلع غلط هتعمل ايه؟ دلوقتي السؤال ليك، هل القطب الجنوبي مجرد جليد ولا بوابة لعالم تاني؟ ولو في يوم الحقيقة ظهرت، تفتكر العالم هيكون مستعد ولا كل حاجة هتنهار؟ اكتب رأيك في الكومنتات وقول لي انهي نظرية خلتك تفكر أكتر. وما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة علشان دايما تكون معانا، واستنونا في سؤال جديد وحكاية أغرب. سلام.